بس انا فاكر مره زمان قوي كده واحد طردني من بيته، كنت بشكر في بشكر في البابا شنوده، فراح طردني، بقى ماسك الدركسيون بتاع العربيه هكسره من كتر الغيظ. كده يا رب يعملوا كده في واحد بيشتغل معاك؟ انا لو بشتغل مع حد تاني كان دافع عني. وايه عمال عامل نفسي يعني. ورحت لغايه الدير اللي انا فيه او الكنيسه اللي انا فيها، فقلت اخش اهدي نفسي شويه بس، وبعيط لربنا زعلان منه واقول له هل انتقم؟ انا ممكن ادمر حياه الراجل ده خالص. بعدين وانا قاعد كده سمعت صوت بوضوح بيقول لي عاوزني انتقم منه. ايوه يا رب. قال لي يعني انت يرضيك اذيته؟ اصله اذاني يا رب وطردني في الشارع. طب وانت احسن مني؟ قلت له لا يا رب مش احسن منك. قال لي انا اتطردت من وسط الناس كلها، انت ما اتصلبتش، انت ما اتجلدتش، انت ما دقوش مسامير في ايديك. فقلت له يسوع انا عارف بس اصل انت يسوع. قال لي وانت صورتي، انت ابني، انت شايف ان انا فيك كده. وقعدت الايات تيجي ايه ورا التانيه، كل اللي انا نسيه افتكرته لغايه ما توجع قلبي. واخر ايه صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم. ركعت وعيطت وصليت من اجل الراجل ده، قلت له معلش يا رب ارجوك سامحه، ارجوك عشان خاطر امك العذراء وعشان خاطري سامحه. هو بالتأكيد ما كانش قصده. وقعدت يعني اصلي جامد قوي، لان انا حسيت انا ايه عشان اعمل كده يعني، ولا اتضايق قوي كده من حد بهدلني ولا اذاني.